السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح يوم جميل، صباح مليء بالنشاط والحيوية. كيف أموركم؟ إن شاء الله بخير. يوم جميل علينا وعليكم. اليوم إن شاء الله عندنا منطقة جميلة جدا اسمها سبنجة، راح نروح لها إن شاء الله، بس نفطر ونمشي وراح نصور لكم هناك. خليكم قريبين، يلا نبدأ يومنا الجميل. وخلصنا فطور الحمد لله، وإلى الحافلة إلى سابنجة. على اليمين وعلى اليسار يفتح على بحر الأسود. هات هيك نص بحر الأسود، الثاني نص لفوق. أول شيء بلغاريا ورومانيا، بعدين أوكرانيا وروسيا وجورجيا، 5 دول نص. ووصلنا حديقة الحيوانات في سبنجة. حديقة حيوانات طبعا زي اللي عندنا، طبعا فرق. راح نصور لكم وراح تشوفون ايش فيها، وش عندنا وش عندهم. والله يا حديقة الحيوان منظمة بشكل مو زي اللي عندنا في الملز. الأسد شوي يموت. خلنا أصور لكم الحيوانات، اصبر خلوني داخل. زي هذا الحيوان السباكي عندكم في الرياض؟ ما أتوقع عندكم. وجينا فقرة الأحصنة. مسك بالخير يا ابو الشباب، عطنا وجه طيب يا تسريحة. تغلى نروح واحد ثاني غيره. قلتوا لي حديقة حيوانات الملز أجل. صدقني تيجي هنا تعرف ان الملز لاعبين علينا يا ابوي. في انواع جديدة، ماركات حيوانات جديدة اول مرة اشوفها صدق، لكن والله متعة صدق ان فيها اشياء يعني غير الحيوانات. عندك مناظر، طبيعة، جو يفتح النفس، يفتح النفس. اهم شيء الجو. هاي تقريبا يعني حديقة الحيوانات اللي في سبنجة. وطلعنا من حديقة الحيوانات. صراحة حديقة جميلة صراحة، فيها مناظر خلابة، فيها حيوانات جديدة أول مرة أشوفها صراحة. لكن خلصنا محطتنا الأولى، نروح إن شاء الله لبحيرة سبنجة، فيها ترفريك وفيها أشياء حلوة. خلوكم قريبين ويلا نروح هناك. ووصلنا بحيرة سبنجة في منطقة سبنجة. هذه ثرين ما ادري ايش وضعهم، بس انها ترحيب وكذا. خلونا نصور لكم وش فيه وش عندهم. خليكم قريبين.
ركبنا اكبر سفينه، ما يحتاج اوريكم من جنب، لكنها اكبر سفينه موجوده في تركيا. تبون تشوفونها؟ خلاص صور. طبعا هذا اليخت حقي، طبعا زي السيكل يعني، هذا التقنيه الجديده. ما يشتغل قديم؟ لا بالعكس، هذا الجديد. وهذه ناخذكم جوله بحريه باليخت حقي يعني. طبعا يا سواق بالله يعدل، روح يسار يا ابوي، روح يسار، او راح افرجيكم المنطقه الثانيه. خليكم معنا. طبعا هذا اليخت الثاني حقتي، طبعا ما استخدمها الا يعني في الاجازات، في الويكند يعني. اللي يسألوا شنو نوع اليخت حقي، نوع امريكي. هذا نوع، شوف هذا نوع اليخت حقي، ترى للبيع اللي بيشتري ولا وقفت اليخت خلاص يعني. نشوفه ان شاء الله في نهاية الاسبوع الجاي ان شاء الله. تعرفون يعني بزنس مان. بغيت اغص. خلصنا من البحيرة الاولى، طبعا في بحيرتين في سبنجة. خلصنا الاولى، نروح ان شاء الله الثانية نشوف ايش فيها جلسة وفيها مطعم كويس، فاصور لكم هنا. في حدا جوعان ينزل معي تشوف. ما في حدا جوعان. اوكي ماشيين على مع شغلية جايين. اوكي تمام، نازل نتغدى الساعة 4 ماشي الباص، ساعة ونص. يلا تفضلوا معي. ووصلنا للمحطة الثانية في سبنجة، راح نتغدى ان شاء الله. راح اسوي لكم في شلالات، فيها نهر واشياء جميلة يعني. وين مكانه؟ نحن هيك الجروب هون. اوكي نتغدى الحين بعدين نصور. خلصنا الغدا الحمد لله، الحين نبدا نصور لكم تصوير. وطبعا هذه منطقة سبنجة باختصار، منطقة جميلة هادية زي ما شفتوا. صورنا لكم الحيوانات، حديقة الحيوانات، صورنا لكم اليخت حقي، صورنا لكم المكان هذا الجميل، فيه شلالات وانهار، مكان جميل للعوائل اللي يبغى مكان خاص واستجمام وجلوس عائلي. سبنجة رقم واحد، لكن فيها مشكلة. سبنجة مشكلتها ايش؟ الجو. جوه تقريبا نفس الرياض، يعني اذا انت متعود على الرياض تعال هنا. هاي تقريبا كل التغطية يعني لمدينة سبنجة. ما ادري، يمكن اروح مكان ثاني، يمكن ما اروح، لكن خلوكم قريبين. ان شاء الله استمتعتوا بتغطية سبنجة، والى اللقاء الى محطة ثانية. قبل ما اختم حديقة سبنجة، شوف المعاريس، الله يرزقه. الحياة حلوة، الحياة جميلة. شهر ميلاد سعيد يا جميلين. أصلا عادي، مو مهم، أصلا عادي. صدق تخيل أجيب زوجتي كذا حديقة قدام الناس، وين؟ حسه غلط يا أبوي، هذا إذا تزوجت. ما عندك مشكلة حتى لو بتزوج الحين احطه يا شيخ في نص الشارع، زوجوني بس.
ومن هذا المنبر أناشدكم جميعا، بدعي دعوة، أي شخص يرعص لايك وسبسكرايب إن الله يرزقه بوحدة تشبه لي. إيش في وجهي؟ ما ها ديسلايك. أوكي. قاعدة تنظف طبعا الآن فقرة تنظيف الحديقة. حلو باقي قرطاس هنا تعيش ليه؟ والله شكلها طفشت، شكلها بتنتحر في المويه. يوم العرس العالمي، هذه ثاني واحدة. الله يرزقنا. كل ما اجي بيطلع اشوف عروسة قاعدة تمشي. طيب وانا شوفوا لي واحدة طيب. الآن فقرة كيف تطيح العروس. اوكي هذه بنفس عاد تقدر تصور. طيب زوجوني وما اصور. خلصنا هجولة والى الباص. منطقة معشوقة بناخذنا باقي ان شاء الله، راح نلقى فوق. خلوكم قريبين. هذا الباقي اخذناه. بسم الله. واخذنا الباقي والحين ان شاء الله راح نلقى اعلى قمة في الجبل. وصلنا بالبقي اعلى قمة. اوكي جست منت راح اصور لكم المكان. والله المنظر روعة صراحة قسما بالله. وزي ما شفت وصلنا أعلى قمة تقريبا موجودة في منطقة الشيخ أو زي كذا. يلا الحين ننزل ونصور إن شاء الله. الحين راجعين بالبقي. وانتهت جولتنا، ركبنا باقي واستمتعنا ونهد حيلي صراحة. إن شاء الله عجبتكم التغطية. رقينا إلى أعلى قمة في منطقة اسمها أعشق أو زي كذا، المهم فيها عشق الوضع يعني. نشوفكم إن شاء الله بالفندق. سلام. هذه ركبناها قبل، لكن خلاص ركبناها. يلا إلى الفندق، هذا باصنا. نشوفكم إن شاء الله هناك. وبشركم الحمد لله وصلنا فندقنا بسلام بعد ما فرفرنا فرفرة اليوم. رحنا منطقة اسمها سبنجة ورحنا منطقة اسمها عشق شيء زي كذا. ان شاء الله انكم استمتعتوا بالتغطية اليوم. قسم بالله اني تعبان. ليش تعبان؟ لان رايحين مجموعة، والمجموعة هذه باص، يعني كأنك في باص مدرسة يعني. عموما باقي يومين ان شاء الله ونرجع للرياض. بقى حلقتين من رحلتي إلى تركيا. لا تنسون اللايك والسبسكرايب.
والله اني مره ما اشوف الطريق، لكن بقفل الحلقه اليوم ان شاء الله. اشوفكم على خير والى اللقاء، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.